السلام عليكم ورحمة الله متابعيني الغاليين وعائلتي الكبيرة، وحشتوني جدا جدا من القصة اللي فاتت. النهاردة معانا قصة جديدة مليانة بالعبر والدروس اللي هتشدكم من البداية للنهاية. بس قبل ما نحكي قصتنا نصلي على أشرف الخلق رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ويلا بسرعة بسرعة حطوا لايك للفيديو واشتراك للقناة عشان كل ما نزل قصة وحكاية جديدة يوصل لكم إشعار مني على طول. ويلا حضروا مشروبكم المفضل عشان تستمتعوا بالقصة والحكاية، ويلا بينا نبدأ. وقبل ما احكي لكم حكايتي أحب أعرفكم بنفسي. أنا اسمي منى وعندي 25 سنة، وفي يوم من الأيام كنت داخلة بيت حماتي وسمعت سلفتي اللي بتتكلم معاه وبتقول: على فكرة بقى يا حماية، الفلوس دي كلها بتاعتنا احنا. انا جوزي مسافر برا وشقيان وتعبان، وهو اللي بيبعت لكم الفلوس دي عشان تشتروا الارض. لما جوزك يطلب الفلوس دي بذات نفسه يا نرجس يبقى وقتها بقى تقولي كل اللي انت عايزاه، واظن انت مالكيش دعوة بحاجة زي كده. دول عيالي وانا حر معاهم، وانا لا يمكن اوافق ابدا على الكلام اللي انت بتقوله ده يا حماية. انا عايزة 10 قراريط من الارض بتاعتنا، وانا قادر برضو يا نرجس اخلي جوزك يطلقك ويرميكي في الشارع وما يبقاش ليكي عندنا اي حقوق. امشي اطلعي برا وبلاش تيجي عندنا البيت ده تاني، انت سامعة ولا لا؟ ونرجس اللي اخدت بعضها وسابته ومشيت وهي متضايقة جدا. وانا دخلت على حماية وقلت له: مساء الخير يا عمي، هو في ايه بالظبط؟ مالها نرجس ماشية متضايقة كده ليه يا عمي؟ معلش بقى يا منى يا بنتي، انا مش فايق دلوقتي لأي كلام. لو سمحت ادخلي اعملي كوباية شاي وتعالي لي على طول. وحماية اللي سابني ودخل على اوضته، وبعد شوية وصل سليمان ابنه وقال له: ازيك يابا، عامل ايه؟ انت عارف ان سعيد اخويا في المطار ونزل مصر النهارده؟ انا اتفاجئت بصراحه لما اتصل بيا وقال لي الكلام ده. لا يا سليمان، انا معرفش اي حاجه عن الموضوع ده، بس شكلي كده هيكون ليا كلام تاني معايا ومع اللي اسمها نرجس دي. اكيد هي اللي اتصلت بيه وجابته على ملاوشه. هو في ايه بالظبط يابا؟ انا مش فاهم اي حاجة. والبنت نرجس دي عايزة منك ايه بالظبط؟ مفيش حاجة يا ابني، لما يرجع اخوك من بره نبقى نتكلم في الموضوع ده. وفعلا تاني يوم روح سعيد على بيته، ونرجس اللي فرحت جدا وقالت له: الف حمد لله على سلامتك يا حبيبي. انا ما كنتش عارفة بصراحة ان انت هتسمع كلامي وتنزل من السفر بالسرعة دي. في ايه يا نرجس؟ وايه المصيبة الكبيرة اللي انت قلتيلي عليها دي؟ انا ما كنتش فاهم منك اي حاجة. وبعدين انا نزلت من السفر عشان اكون جنبك لما تولدي وتقومي بالسلامة. بقولك ايه بقى يا سعيد، اقعدي معاكم وطلاقكم تاني. انت لازم ترجع كل فلوسنا اللي عند ابوك، مش انت تتغرب وتسافر وتشقى وتتعب وانا اقعد من غيرك هنا طول الفترة اللي فاتت دي، وفي الاخر تدي كل فلوسك لابوك. شقاك وتعبك وغربتك يا حبيبي من حقي انا، اصل انت ما تعرفش حماية كان بيعمل فيا ايه وانت مش موجود. اهدي بس كده يا نرجس وفهميني ايه اللي حصل بالظبط. ونرجس اللي مثلت العياط وقالت له: يرضيك يا سعيد، يرضيك ابوك يبعت لي ناس عشان يسقطوني؟ ازاي يعني الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ هو ابويا عايزني افضل طول عمري كده زي الشجرة اللي من غير جدر من غير عيل ولا تيل؟ طيب اصبري عليا يا نرجس، والله ما تعرف انا هعمل فيهم ايه. اهدى بس كده يا سعيد، انت يا اخويا مش قد ابوك ولا قد سليمان. اصل انت ما تعرفش سليمان بيكرهك قد ايه. احنا ناخد فلوسنا وبعد كده نمشي من البلد كلها ويسيب الارض لاخوك وهو اللي يزرعها، وبعدها بقى يبقى يبعت لنا فلوس المحصول. اهدي كده يا نرجس وسيبيني بس افكر واشوف هعمل ايه. وبعدين انا كده كده ابويا كاتب لي الارض باسمي. ده الكلام ده قبل ما تسافر يا حبيبي، لكن في الحقيقة هو كاتب الأرض باسم أخوك عشان تعرف بس إن هم عايزين ياخدوا منك كل حاجة. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا نرجس؟ ازاي الأرض تتكتب باسم سليمان وليه ما تتكتبش باسم أبويا؟ على العموم أنا رايح لهم النهاردة وهيبقى ليا تصرف تاني معاهم.
استنى بس يا سعيد، والله ما هتروح لهم وانت متعصب كده، لازم تهدى شوية وتعالى ناكل مع بعض. ده انا بقالي زمن ما كلتش معاك يا حبيبي، ده انا حضرت لك كل الاكل اللي انت بتحبه. وعلى اخر اليوم وصل سعيد بيت حماية، واول ما سليمان شافه قال له: الف حمد لله على سلامتك يا سعيد يا اخويا، ياه ده انت وحشتني قوي. ولسه سليمان هيحضن اخوه سعيد اللي زقه وبعد عنه، وبص لابوه قال له: هو الكلام اللي انا سمعته ده حقيقي يابا؟ انت كتبت كل الاملاك باسم سليمان اخويا؟ ليه يابا؟ ده انا شقيان وتعبان وببعت لكم الفلوس. هو انت ما خلفتش غير سليمان ولا ايه؟ لما تتكلم مع ابوك يا سعيد يا ريت تتكلم بأدب، انت سامع ولا لا؟ واقعد كده واهدى عشان اعرف اتكلم معاك، ولا الصنيورة بتاعتك بقى سخنتك وقومتك علينا. انا كل اللي عايزة افهمه منك يابا، انت فعلا كتبت الاملاك باسم سليمان اخويا ولا لا؟ عشان لو الكلام ده حقيقي انا هصور قتيل في البيت ده النهارده. اخرس يا قليل الادب، انت شكلك كده انت نسيت انت بتتكلم مع مين. وبعدين انت اللي جيت له وطلبت مني ان انت عايز تسافر، اخوك هو اللي مسؤول عن الاراضي وعن كل الاملاك، ولازم طبعا كل حاجة تتكتب باسمه. وسعيد اللي اتعصب جدا وقال: انت طول عمرك راجل ظالم وما تعرفش ربنا عشان تعمل فيا حاجة زي كده، بقى تخليني انا اسافر واشقى واتغرب بره، وكمان عايز تسقط مراتي عشان ما يبقاش ليا وريث يسندني ويقف جنبي في الدنيا. وسليمان اللي قرب من اخوه وضربه بالقلم وقال له: لما تيجي تتكلم مع ابوك تتكلم باسلوب احسن من كده، انت سامع ولا لا؟ بقى انت بتمد ايدك عليا يا سليمان؟ طيب انت ما تعرفش انا هعمل فيك ايه. ولسه هيمسكوا في خناق بعض، سعيد اللي وقع على الارض وسليمان اللي اتخض على اخوه قال: سعيد قوم يا سعيد يا اخويا، والله ما عملت له اي حاجة. وسليمان طلب له الدكتور، والدكتور جه وكشف عليه وقال لهم: البقاء لله يا جماعة، ربنا يصبر قلوبكم، المرحوم جات له سكتة قلبية. وحماية أول ما سمع الكلام ده وقع وأغمى عليه في الحال. وأنا في الوقت ده روحت عند نرجس في شقتها، ونرجس اللي كانت قاعدة قدامي وقالت لي: خير يا ست منى، يعني من يوم ما سبت البيت عند حماكي ومشيت من عنده عمرك ما فكرت تيجي شقتي؟ حماكي عايزك ضروري في البيت اللي هناك، لو سمحت البسي هدومك وتعالي معايا يا نرجس. وعايز مني ايه بقى؟ ان شاء الله انا ماليش دعوه بالمشاكل اللي بينه وبين عياله، جوزي هناك ويتصرف معاهم. لو سمحت يا نرجس ادخلي البسي عبايتك السودا وتعالي معايا على طول. وانا اللي قلت كلامي وسبتها ومشيت على طول. ونرجس اللي قعدت تكلم نفسها وتقول: معقولة يكون حماية جات له سكتة قلبية وراح فيها؟ يا رب فرحني فيه بقى يا رب. قال البس اسود عليه، قال ده انا البس احلى فستان عندي ملون كمان، واقعد ازغرط للصبح وارقص 10 بلدي. وفعلا نرجس لبست فستان ملون وخدت بعضها وراحت على بيت حماية على طول. واول ما دخلت لقت ستات كتير قاعدة في البيت، وقالت لحماتي: مساء الخير يا حماتي، هو ايه اللي حصل؟ حماية جراله حاجة ولا ايه؟ وحماتي اللي قربت منها وقالت لها: يا بنتي ايه اللي انتي لابسه ده؟ مش منى سلفتك قالت لك البسي عباية سودا وانتي جايه؟ في ايه بس يا حماتي؟ الحزن بيبقى في القلب مش بيبقى في اللبس، وبعدين انا ما كنتش حابه يموت وهو زعلان مني. جوزك هو اللي مات يا نرجس، مش انتي جبتيه على ملاوشه من السفر وقومتيه على ابوه لحد ما حصل اللي حصل؟ اشربي بقى. لا لا لا، اكيد انتي بتهزري يا حماتي، انا جوزي كويس وما فيهوش اي حاجه، يعني اتحرم منه وهو مسافر في الغربه وفي الاخر اتحرم منه على طول؟ انتي بتكدبي عليا يا وليه، انتي بالله عليكي يا منى رد عليا، الوليه دي كدابه والكلام ده مش حقيقي، مش كده برضه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اهدي بس كده يا نرجس واطلعي غيري الهدوم دي والبسي عباية سودا، الستات اللي قاعدة في العزا عمالة تتفرج عليكي. اغير ايه؟ لا لا لا، انا مش هغير هدومي دي ابدا غير لما تقولي لي ايه اللي حصل مع جوزي. انا جوزي كان كويس وزي الفل وما كانش فيه اي حاجة. رد عليا رد عليا يا سعيد، انت فين؟ ونرجس
اللي أغمى عليها في الحال. ولما جبنا الدكتور لنرجس وكشف عليها قال لنا لازم تتنقل المستشفى دلوقتي حالا، لأن شكل الحمل كده في خطر. طيب يلا بينا يا دكتور نوديها على المستشفى، انت عارف الظرف اللي عندنا ومحدش هيقدر يكون معانا دلوقتي. وفعلا طلبنا لها عربية إسعاف ووديناها على المستشفى، والدكتور اللي قال لي مش هينفع تكوني موجودة دلوقتي في المستشفى يا مدام، ممكن تروحي وتجيلها بكرة الصبح، لأنها كده كده في غيبوبة ومش هتفوق غير بكرة الصبح إن شاء الله. طيب يا دكتور أنا هروح البيت عند حماية، ولو في أي حاجة ياريت تبلغوني في التليفون وأنا هجيلها على طول. وفعلا مشيت من المستشفى وكانوا دفنوا سعيد أخو جوزي، وبعدها طلعت على شقتي، وسليمان اللي قال لي أنا اللي عملت كده في أخويا يا منى، أنا مش قادرة أسامح نفسي لحد دلوقتي، مش عارف أنا عملت فيه إيه. يا ريت ما تلومش نفسك يا سليمان، ده قضاء وقدر وعمره خلص لحد كده، إحنا مفيش في إيدينا أي حاجة. أنا غلطان يا منى، ما كانش ينفع وافق أبويا إن الأرض تتكتب باسمي. سعيد فعلا كان شغال وبيبعت لنا الفلوس، وكانت من حقه برضه إن الأرض تتكتب باسمه. ما انت عارف يا سليمان إن أبوك راجل كبير وما بيقدرش يتحرك ولا يروح في أي مكان، ومين يعني اللي كان هيتابع الأرض ومصالحنا كلها. يا ريت تهون على نفسك يا حبيبي شوية. وبعدين انت عارف ان ابوك دلوقتي مش قادر يقوم من على السرير من بعد اللي حصل، لازم تجمد كده وتصلب طولك، محدش غيرك هياخد عز اخوك. حاضر يا منى، انا نازل وراكي على طول اهو، انزلي انت بس وخليكي مع امي تحت. وفي المستشفى دخل الدكتور محمد على نرجس وقال لها الله جرالك ايه يا نرجس، هو انا يا اختي ضربتك بالنار ولا ايه؟ ما تقومي كده وتتعدلي عشان نعرف نتكلم مع بعض ونشوف هنعمل ايه. ونرجس اللي قامت وقعدت على السرير وقالت له لولا الحقنة اللي انت اديتها لي انا كنت ممكن فطست على روحي من الضحك وانا بمثل عليهم. طيب فوقي معايا كده بقى يا نرجس عشان ورانا شغل كتير. انا دلوقتي اهو خلصتك من موضوع الحمل وقلت لهم ان انت سقطتي. ايه ده بجد؟ انا مش عارفه اشكرك ازاي يا محمد على اللي انت عملته معايا، وقفتك معايا دي ولا ب100 راجل، ربنا يخليك ليا يا رب. لا يا اختي انا ما بعملش حاجة في الزمن ده ببلاش كده، كل حاجة بتمنها، والورث اللي انت هتاخديه انا ليا النص فيه يا نرجس. وماله يا اخويا لما نشوف بس الدنيا هترسى على ايه، والحمد لله اللي احنا عملناه ده عملناه بسرعة. انا عارفة ان سعيد كان خايب وعمره ما كان هيطول منهم اي حاجة، بس أنا عايز أسألك سؤال يا نرجس، هو فعلا سعيد كتبلك البيت اللي انت عايشة فيه دلوقتي؟ أيوة يا أخويا كتبلي، هو أنا هكدب عليك ولا إيه؟ ولو عايز تشوف العقود بنفسك وأبقى أوريها لك كلها. المهم المفروض أقوم أروح البيت دلوقتي ولا أعمل إيه بالظبط؟ لا 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 خليكي بايته النهارده في المستشفى، انا كده كده قلت لهم ان انتي لسه مفوقتيش من الغيبوبه. انتي بقى مثلي عليهم ان انتي عندك شويه انهيار عصبي عشان جوزك مات، عشان ما يعرفوش ان انتي اللي عملتي فيه كده. بقولك ايه يا نرجس، انا هلف شويه في المستشفى وبعدين هبقى ارجعلك. والدكتور اللي قال كلامه وسابها وخرج على بره، ونرجس اللي بدأت تفتكر كل اللي حصل معاها. وفي يوم من الأيام الدكتور محمد كان نايم في أوضة نرجس، ونرجس اللي قعدت تصحيه وقالت له ما تقوم بقى يا محمد اصحى من النوم، هو انت مش كنت بتقولي ان انت عندك شغل كتير النهاردة؟ بقولك ايه يا بنت يا نرجس، ما تتطلقي من جوزك واتجوزك على طول وانا هعملك كل اللي انت عايزاه. لا 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 يا اخويا، مش قبل ما اخد كل فلوسه الاول، اصل انت ما تعرفش حماية عنده فلوس قد ايه، وكمان كتبها باسم ابنه التاني. طيب ايه رأيك بقى يا نرجس، انا هعملك خلطة كده حلوة قوي، وبدل ما تبقي متطلقة تبقي ارملة وتاخدي فلوس جوزك كلها ونتمتع بيها. ها ايه رأيك؟ لا 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 انا مش فاهمة اي حاجة، قصدك ايه يا اخويا بالكلام ده؟
انت هتتصلي بجوزك دلوقتي في التليفون وهتقولي له ان انت حامل، وهتخليه ينزل على ملا وشه، وبعد كده هنرتاح منه على الاخر وتورثيه بشرع ربنا. يوه، ما انت عارف اللي فيها يا اخويا، عارف ان انا ما بخلفش، ازاي انا هقوله ان انا حامل؟ يا بنت، ما احنا بعد كده هنقوله ان انت سقطتي بعد ما تاخدي ورثك من جوزك كله. ورث ايه يا اخويا اللي انت بتتكلم عنه ده؟ بقولك كل الاملاك مكتوبة باسم سليمان اخوه. ما انت لو سمعتي كلامي ومشيتي على كل الخطوات اللي هقولك عليها، هنخليهم هما اللي هيدوكي ورثك كله. انت تخلي جوزك ينزل على مصر على طول، واول ما يقعد تقوميه على ابوه واخوه، وبعد كده تعملي له اكله حلوه كده وتحطي له الخلطه اللي انا هقولك عليها، وبعدها بساعه بالظبط جوزك هيروح عندهم في بيتهم، وهم اللي هيشيلوا ذنبه بقى مش انتي. تصدق دي لعبه حلوه قوي يا محمد، وبالمره اكون ضربت كذا عصفور بحجر واحد. ونرجس اللي رجعت من تفكيرها تاني وقعدت تضحك بشر وقالت: ولسه؟ هو انتوا لسه شفتوا مني حاجة؟ وتاني يوم خدت محمد جوزي ورحنا على المستشفى على طول، وقابلنا الدكتور محمد وقال لنا: كويس قوي ان انتوا جيتوا دلوقتي، انا كنت لسه هتصل بكم حالا. في حاجة ولا ايه يا دكتور؟ يا ريت تطمني على نرجس، هي كويسة وبخير؟ ايوه هي بخير دلوقتي وفاقت من الغيبوبة، بس الظاهر كده انها كانت بتحب جوزها قوي، عشان كده متأثرة بموته. فلو هتاخدوها معاكم على البيت يا ريت محدش يزعلها، كفاية قوي ان ابنها راح منها. ما تقلقش يا دكتور، نرجس في عينيا الاتنين، دي زي اختي بالظبط، ربنا اللي يعلم. ما تشغلش بالك انت يا دكتور، بس يعني هو ينفع تخرج معانا النهارده ولا ايه؟ ايوه طبعا، انا كتبت لها على خروج خلاص، بس يا ريت تعملوا كل اللي قلت لكم عليه، يا ريت محدش يزعلها، ده لو يعني انتوا خايفين عليها. والدكتور اللي خلص كلامه ومشي من قدامنا على طول، واحنا خدنا نرجس وروحناها على البيت على طول. واول ما وصلنا على البيت لقيت حماتي قاعده ومستنيانا، وسليمان اللي قرب منها وقال لها: مالك ياما قاعده كده ليه؟ ابويا كويس؟ لا يا سليمان، ابوك مش كويس ابدا، من ساعة اللي حصل لاخوك وهو حاله اتبدل لواحد تاني خالص، ولا راضي ياكل ولا حتى يشرب، وانا خايفة يروح مني في شربة مية زي اخوك. هوني على نفسك كده يا حماتي، وان شاء الله عمي هيبقى كويس وزي الفل، ما تشغليش بالك انتي بس. وانت يا سليمان ادخل اتكلم معاه يا اخويا، وهو اكيد هيسمع منك. لا 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 يا منى، انا خايفة يشوف سليمان قدامه ويفتكر كل اللي حصل. انا بقول يعني ادخل انت يا بنتي واقعدي معاه، انا عارفة ان هو بيحبك قوي وبيحب يسمع منك. حاضر يا حماتي. وانت يا سليمان اطلع على فوق دلوقتي. الله، مالك واقف كده ليه؟ حاضر يا منى. وسليمان اللي سابنا وطلع على شقته، ونرجس اللي بصت لي وقالت لي: خليكي انت قاعدة هنا يا منى، وانا هدخل لعمي واتكلم معاه. ها؟ بس يعني اسمعي مني انت بس يا منى، واطلعي مع جوزك على شقتكم، انا هأثر عليه بالكلام. الاعمار بيد الله يا جماعة، وده مقدر ومكتوب ولازم يحصل، وسليمان سيلفي ملهوش ذنب في كل اللي حصل. حاضر يا نرجس، بس بالله عليكي بالراحة على حماية شوية، اصل انت ما تعرفيش هو زعلان قد ايه بسبب موت سعيد. ونرجس اللي مثلت العياط وقالت لي: ومين يعني اللي مش زعلانة عليه؟ يلا ربنا يرحمه برحمته يا رب، انا اكتر واحدة زعلانة عليه بسبب اللي حصل له. انا لو كنت اعرف ان هو هينزل من مصر ويحصل له اللي حصل ده ما كنتش كلمته ابدا ولا حتى خليته ينزل. خلاص يا نرجس يا حبيبتي بطلي عياط، اللي حصل حصل بقى، والكلام مفهوش اي فايدة. ادعيله يا حبيبتي بالرحمة وربنا يصبرك على فراقه. وانا اللي خلصت كلامي وسبتهم وطلعت على شقتي على طول. ونرجس اللي بصت لحماتي وقالت لها: انا هدخل بقى يا حماتي جوه، وان شاء الله على ايدي حماية هيرجع احسن من الاول. يا رب يا بنتي، يا رب يرجع يمشي على رجليه من تاني، انا مش عارفة ايه اللي حصل لنا بس. ونرجس اللي سابتها ودخلت على اوضة حماية على طول،
وانا اول ما دخلت شقتي لقيت سليمان ماسك سيجاره في ايديه وبيشرب فيها، وانا قلت له ايه ده يا سليمان اللي انت بتعمله ده؟ وانت من امتى يا اخويا بتشرب سجاير؟ بقى معقوله سليمان زينة رجاله البلد كلها بيشرب سجاير؟ عاوزاني اعمل ايه بس يا منى؟ انت مش حاسه باللي انا فيه؟ اخويا مات بسببي، انا اللي موتته يا منى. بقى معقوله سليمان هو اللي يقول الكلام ده؟ امال انت لو مش متعلم ومتنور وعارف امور دينك كنت عملت ايه؟ اللي حصل لاخوك ده قضاء وقدر، عمره خلص لحد كده، واحنا مفيش في ايدينا اي حاجه. بس انا لو ما اتخانقتش مع اخويا ولا حتى ضربته بالقلم كان زمانه عايش وسطنا دلوقتي. اهدى كده يا سليمان وما تحملش نفسك فوق طاقتك يا حبيبي، انت دلوقتي راجل البيت ده وما ينفعش تعمل في نفسك كده. البيت كله مسنود عليك انت يا سليمان، اجمد كده يا اخويا وعايزاك تقف على رجليك وتمسك نفسك. وفي الوقت ده اول ما حماية شاف نرجس قدامه ودى وشه الناحية التانية وقالت له الله، ملك يا عمي، هو انت مش عايز تشوفني ولا ايه؟ شكلك كده زعلان على ابنك او مقهور يا عيني. يلا هنعمل ايه بقى؟ ربنا يرحمه برحمته. بس كل اللي عايزه اقوله لك يا حماية ان كل اللي حصل لابنك ده بسببك انت لوحدك. انت اللي فرقت بين ولادك، لو ما كنتش ميزت واحد عن التاني ما كانش كل ده حصل. وحماية اللي فضل يعيط، ونرجس اللي كملت كلامها وقالت له لو انت فعلا يا حماية لسه زعلانة على ابنك وحاسس بتأنيب الضمير من ناحيته يبقى لازم ترجع لي الأرض اللي انت كتبتها باسم سليمان، على الأقل يبقى ابنك نايم في قبره مرتاح. كفاية يا عيني عليه ان هو مات بقهرته بسبب اللي انت عملته فيه. عندك حق يا نرجس يا بنتي، أنا السبب في موت ابني، أنا لازم أخليه يرتاح في قبره زي ما كان عايز بالظبط. أنا السبب في كل اللي حصل له. يا ريتني أنا اللي مت وهو لأ، يا ريتني أنا اللي مت وهو لأ. وفجأة حماية اللي أغمى عليه في الحال. يا لهوي، هو ده وقته برضه؟ يخرب بيتك، يعني انت مش قادر تصبر شوية لحد ما سليمان يكتب لي الأرض باسمي؟ يا رب تحصل المحروس ابنك وارتاح من العيلة كلها. ونرجس اللي خرجت على بره وهي بتصوت وبتقول الحقيني يا حماتي، الحقيني، انا مش عارفة حماية ماله، ده قاطع النفس خالص. وخدت بعضها وطلعت لنا على فوق وفضلت تخبط على الشقة، وانا لما فتحت لها قلت لها في ايه يا نرجس مالك؟ انتي بتخبطي كده ليه على الباب؟ الحقيني يا منى، حماية مش عارفة ماله، ناديلي على سليمان بسرعة يجي يوديه المستشفى. طيب اوعي كده من وشي يا نرجس لما انزل اشوف حماية واطمن عليه. وانا سبتها ونزلت على تحت على طول، ونرجس اللي اتسحبت ودخلت على سليمان في اوضه نومه، وكان سليمان مديها ظهره وقال لها كويس قوي ان انت جيتي يا منى، اعملي لي كوبايه شاي وهاتي لي اي مسكن، اصل انا حاسس ان دماغي وجعاني او مصدع. ونرجس اللي قربت منه وحطت ايديها على جسمه وبتحسس عليه وقالت له انا مش منى يا سليمان، منى تحت عند حماية. وسليمان اللي اتخض منها وقعد يزعق فيها وقال لها انت ازاي تدخلي عليا الأوضة بالشكل ده؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ وازاي منى تنزل وتسيبك في الشقة لوحدك؟ اهدى كده يا سليمان ووطي صوتك يا اخويا، ما حصلش حاجة لكل ده، كل الحكاية ان ابوك تعبان قوي. وهي اول ما سمعت كده خدت بعضها ونزلت على تحت على طول. ابويا ماله؟ وسليمان اللي جري بسرعة على تحت عشان يطمن على حماية، واول ما دخل الاوضة قال ماله ابويا ياما؟ ايه اللي حصل له بس؟ مش عارفة يا ابني ايه اللي حصل له، انا خايفة على ابوك قوي يا سليمان، لا اخسره زي ما خسرت اخوك. مش وقته كلامك ده يا حماتي، وان شاء الله عمي هيبقى زي الفل وكويس ان شاء الله. وانت يا سليمان جهز العربية وشيل ابوك ووديه على المستشفى بسرعة. الله، ملك يا اخويا واقف كده ليه؟ وفعلا سليمان اللي شال حماية ووداه على المستشفى على طول. وانا اللي قربت من نرجس وقلت ممكن اعرف ايه اللي حصل يا نرجس لما دخلت لعمي اوضته؟ اصل هو كان كويس وما كانش فيه اي حاجة.
مش عارفة والله يا حبيبتي ايه اللي حصل له. ده كان بيتكلم عادي وما كانش فيه اي حاجة. ده حتى كان بيقولي انا هخلي سليمان يكتب لي الارض بتاعت سعيد باسمي عشان سعيد الله يرحمه يرتاح في نومته. وفضل يقول كده لحد ما اغمى عليه. يا رب جيب العواقب سليمة يا رب. انا مش عارفة ايه اللي بيحصل لنا. وفي الوقت ده تليفون نرجس اللي قعد يرن، ونرجس اللي قفلت التليفون. دي الشركة بتاعت سعيد الله يرحمه، اكيد يعني بيتصلوا بيه وبيشوفوه كويس ولا لا. بقولك ايه يا منى، انا رايحة على البيت بتاعي دلوقتي لحد ما عمي يخرج من المستشفى بالسلامة. اصل البيت ده بيفكرني باللي حصل لسعيد جوزي، وبعدين انا واحدة لسه مسقطة ومش قادرة اقف على رجلي. ازاي الكلام ده يا نرجس؟ هو ينفع تروحي تقعدي في بيت طويل عريض لوحدك؟ عايزة الناس تاكل وشنا ولا ايه؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا حبيبتي؟ هو انت ناسية ان سعيد طول الفترة اللي فاتت دي لما كان مسافر انا كنت بقعد في البيت الطويل العريض اللي انت بتقولي عليه ده لوحدي؟ بس دلوقتي الوضع اختلف، جوزك كان مسافر اما دلوقتي هو مات، وما يصحش ابدا اللي انت عايزة تعمليه ده. بقولك ايه بقى يا ست منى، انا مش فاضية يا اختي لكلامك الخيب ده. كويس اصلا ان انا واقفة وبتكلم معاكي عادي، وجوزي مات بسبب جوزك، ولو انتي ناسية انا ما نسيتش يا عينيا. ونرجس اللي مشيت من قدامي وانا اللي قعدت اكلم نفسي واقول ربنا يهديك يا نرجس. انا حاسة ان في حاجة غلط في الموضوع. مش معقول واحدة لسه جوزها ميت وكمان مسقطة وبتتكلم كده عادي. ربنا يرجعك لبيتك يا عم بألف سلامة. وفي الوقت ده سليمان اللي كان واقف في المستشفى وقلقان جدا على حماية، ولقى الدكتور خارج من اوضته، وسليمان اللي قاله طمني يا دكتور، ابويا عامل ايه دلوقتي؟ بصراحة كده بقى حالته ما اطمنش ابدا، ادعيله. وسليمان اللي قعد يعيط وقاله قول كلام غير كده يا دكتور، قول ان ابويا كويس وهيرجع معايا على البيت. ده امر ربنا يا ابني، ولو ربنا رايد ان هو يعيش محدش هيقدر يمنع حاجة زي دي ابدا. والدكتور اللي سابه ودخل على جوه، وسليمان اللي قعد يعيط ويقول يا رب بلاش ابويا يا رب يسيبني ويتخلى عني. كفاية خسرت اخويا، مش هيبقى هما الاتنين. انا مش هقدر استحمل الصدمة دي ابدا. وسليمان اللي مسح دموعه ودخل على اوضة حماية على طول، وحماية اللي قاله قرب مني يا سليمان يا ابني، قرب مني يا ابني. لو الكلام هيتعبك يابا بلاش تتكلم، انا واقف جنبك اهو. سيبني يا سليمان يا ابني اقولك الكلمتين اللي في قلبي وريح ضميري. رجع حق نرجس ليها يا ابني. انا عاوز اموت وانا مرتاح، واخوك نايم مرتاح في قبره. حاضر يابا، انا هعملك كل اللي انت عايزه، بس انت قوم لنا بألف سلامة، عشان انت لو جرالك اي حاجة انا ظهري هيتقطم نصين يابا. انت قدها وقدود يا سليمان، يا ريت ما تضيعش شقاية ولا شقى اخوك. حافظ على فلوسك وفلوس العيلة يا سليمان. وحماية اللي نطق الشهادة وسلم الروح للي خلقها. وسليمان اللي قعد يعيط ويقول لا يابا ما سيبنيش يابا. وفي الوقت ده نرجس كانت وصلت البيت، واول ما فتحت بيتها لقيت محمد قاعد جوه مستنيها، وقالت له يا لهوي اللي جابك دلوقتي يا منيل على عينك. مش انا قلتلك برضو نهدي اللعب شوية عشان محدش يشك فينا؟ ولا انت يا اخويا ما بتسمعش الكلام؟ اعمل ايه بس يا نرجس؟ ما انتي عارفة ان انا ما اقدرش استغنى عنك ابدا، وانتي اصلا ايه اللي مقعدك عندهم ده كله؟ هو انتي مالكيش بيت تقعدي فيه ولا ايه؟ شكلك كده نسيت الخطة اللي انت قلتلي امشي عليها. مش انا المفروض العب على حماية عشان يخلي الزفت اللي اسمه سليمان ده يتنزل لي على الارض؟ شكلك كده نسيت. طيب سيبك بقى من الكلام ده كله وتعالي معايا ندخل على جوه، عشان في كلمتين مهمين لازم اقولهم لك. اصل انت يا بنت وحشتيني قوي. بس كده من عينيا الاتنين. وخدها ودخلوا على جوه. وبعد نص ساعة
كان في صوت خبط جامد على الباب، ونرجس اللي قعدت تلطم على وشها وقالت: يا فضحتك يا نرجس يا فضحتك، مش انا قلتلك يا محمد بلاش تيجي دلوقتي؟ برضه ما سمعتش الكلام، اديني هتفضح اهو قدام البلد كلها. بس الله يخرب بيتك، وطي صوتك هتفضحينا. يعني هما ما شافوهمش وهما بيسرقوا، شافوهم وهما بيتحاسبوا. قومي يلا البسي العباية بتاعتك وشوفي مين اللي بيخبط على الباب، وانا هقوم استخبى في اي مكان في الشقة. وفعلا نرجس اللي لبست العباية بتاعتها وراحت تفتح الباب، ولقيت انا اللي موجودة على الباب، وقالت لي: يا لهوي، في ايه يا ست منى؟ مش انا لسه ماشية من عندك يا حبيبتي؟ في ايه اللي حصل؟ الحقيني يا نرجس، عمي مات هو كمان، وانا مش عارفة اتصرف ازاي. هو انت يا اختي ما بتجيبيش غير الاخبار اللي شبهك دي؟ امشي يلا يا منى قدامي، وانا جاية يا اختي وراكي على طول. طيب بالله عليك يا نرجس ما تتأخريش، انا مش عارفة اعمل ايه وانا لوحدي وبطولي، وكمان سليمان بعد اللي حصل لابوه وهو تعبان في المستشفى وما بينطقش. وانا اللي خلصت كلامي وسبتها ومشيت، ونرجس اللي دخلت على جوه، ومحمد قال لها: ايه اللي حصل يا نرجس؟ ومالك داخله عامله كده ليه؟ المحروس حمايه مات وغار في داهيه، وانا اللي كنت بقول ان هيخلي الزفت اللي اسمه سليمان ده يتنزل على الارض. انا مش عارفه اعمل ايه دلوقتي يا محمد. بقولك ايه بقى يا نرجس، الطمع وحش يا اختي، وكفايه عليكي اول بيت اللي جوزك كاتبهولك بيع وشرا، وانتي اول ما عدتك تخلص هاجي واكتب عليكي على طول. لا طبعا، ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا مش هسيب سليمان غير لما يتنزل عن الارض الاول. مش معقول طول السنين اللي فاتت دي اقعد مع واحد ما بحبوش وفي الاخر اخرج بالبيت ده وبس. ما بقاش انا نرجس غير لما اخد الارض من حباب عينيه ويتنزل عنها في الشهر العقاري. قصر الكلام يا نرجس، كل اللي في دماغك ده تشيليه نهائي، ولو مفكرة ان انا هوافق على اللي انت بتقوليه ده تبقي عبيطة. سليمان غير سعيد خالص، وانت عارفة كده كويس قوي. وانت عارف برضو يا محمد ان مفيش حد يبقى صعب على نرجس، ولا ايه؟ ده انا نرجس والاجر على الله، وانا اهو وانت اهو، وسليمان اللي انت بتتكلم عنه ده مش هياخد في ايديا غلوة واحدة، وانا مستحيل اخليكي تعملي حاجة زي كده يا نرجس. سمعتي ولا لا؟ انت ليا انا يا نرجس وبس، ولو عملت اللي في دماغك يبقى عليا وعلى اعدائي. ومحمد اللي سابها ومشي، ونرجس اللي اخدت بعضها وجات لنا على البيت على طول. وانا قلت لها: كويس قوي يا نرجس ان انت جيتي دلوقتي، خليكي قاعده مع حماتك والعيال، اصلهم لسه جايبينه من المستشفى دلوقتي، ما ينفعش يفضل قاعد فوق، ومين اللي هياخد عزا الرجاله في ابوه دلوقتي؟ وماله يا حبيبتي، ولو عاوزاني اجي معاكي واكلمه ما عنديش اي مانع. لا لا لا، خليكي انتي هنا يا نرجس، وانا مش هتأخر عليكي. وانا سبت نرجس وطلعت على شقتي على طول، ونرجس اللي قربت من حماتي اللي كانت عمالة تعيط وبتقول: اهدي بس كده يا حماتي، ما تعمليش في نفسك كده، كلنا ميتين يا حماتي، هو في حد هيخلل في الدنيا ولا ايه؟ بقولك ايه يا نرجس، قومي يا بنتي من قدامي، انا اللي فيا مكفيني ومش مستحملة اي كلمة من اي حد. يوه، هو ايه اصله ده؟ تصدقي يا حماتي ان انا غلطانة ان انا باخد بخاطرك وبواسيكي؟ وانا طلعت على شقتي وفضلت اتكلم مع سليمان اللي كان مصدوم بكل اللي حصل لحد ما رضا ينزل وياخد عزبوه. وعدت الايام على كل اللي حصل ده، وبدأ سليمان جوزي يفوق من اللي هو كان فيه. وفي يوم من الايام كان قاعد في البيت ولقى نرجس بتتصل بيه، وقال لها: خير يا نرجس، عايزة حاجة؟ تعالى يا سليمان، انا عايزاك يا اخويا في موضوع مهم، بس بالله عليك ما تتأخرش عليا، ويا ريت ما تقولش لمنى مراتك ان انت جاي للبيت، عشان الموضوع اللي انا عايزاك فيه ما ينفعش اي حد يعرفه ابدا. حاضر يا نرجس، مسافة السكة وهكون عندك على طول. وسليمان اللي قفل معاها التليفون، ولسه سليمان هيخرج انا اللي وقفته وقلت له: رايح على فين يا سليمان؟ انا جهزت الغدا خلاص، مش انت كنت قايل ان انت جعان؟ ها،
بقولك ايه يا منى، انا هخطف رجلي كده المشوار بسرعة وهرجعلك على طول ومش هتأخر عليكي. وسليمان اللي مشي من قدامي بسرعة من غير ما اكمل كلامي معاه، واول ما وصل لقى الباب بتاع نرجس مفتوح ودخل على طول وفضل ينادي عليها، ونرجس اللي قالت له تعالى يا سليمان انا جوه اهو. وسليمان اللي دخل اوضه نرجس ولقاها لابسه قميص نوم قصير جدا ولف وشه الناحيه التانيه وقال لها خير يا نرجس، عايزه مني ايه؟ ونرجس اللي قربت منه وقالت له الله، هو في ايه يا سليمان؟ ايه اللي حصل لك؟ هو انت مكسوف مني ولا ايه؟ يا ريت تشيلي ايديكي من عليا يا نرجس، ايه اللي انت بتهببيه ده؟ انت شكلك اتجننتي ولا ايه؟ ممكن اعرف موضوع ايه اللي انت عايزاني فيه؟ ويا ريت تتكلمي على طول لاني مش فاضي ورايا مصالح. انا بحبك قوي يا سليمان ومش قادره استغنى عنك ابدا. انا اللي بقولك اهو، انا تحت امرك في كل اللي انت عايزه مني. وسليمان اللي اتعصب جدا وقرب منها وضربها بالقلم وزقها بعيد عنه. لا بقى، انت شكلك كده اتجننتي على الاخر، لولا ان انا عامل حساب لعظم التربة ما كنتش هتعرف انا هعمل فيكي ايه. ونرجس اللي قربت منه تاني وقالت له انا مش زعلانه من اللي انت عملته معايا يا سليمان، ولو عاوز تقطع من جسمي حتت حتت انا موافقه يا سيدي، بس تبقى معايا. ده انا هوريك احلى دلع واخليك تختم بالعشرة ان انت ما كنتش متجوز قبل كده. وسليمان اللي اتعصب جدا وقال لها منى مراتي برقبة 10 منك، ولو فاكرة ان انت لما تقوليلي الكلام ده هضعف وقرب منك تبقي عبيطة. انت سامعة ولا لا؟ والبيت ده انت ما ينفعش تقعدي فيه تاني، شوفي لك اي مكان تاني تقعدي فيه، انت اللي زيك ممكن يفضحنا في البلد كلها. ونرجس اللي قعدت قدامه وحطت رجل على رجلي وقالت له يوه، هو انا ما قلتلكش ولا ايه ان سعيد حبيب الله يرحمه كان كاتب لي البيت ده بيع وشراء قبل ما يموت؟ انتي واحدة كدابة، وعمر سعيد اخويا الله يرحمه ما يعمل كل اللي انتي بتقولي عليه ده. من امتى يعني وفي حاجة بتتكتب باسم الحريم؟ اللي حصل بقى يا سليمان، وابوك كمان قبل ما يموت كان قايل لي ان الارض هتتكتب باسمي، ولو بجد عايز تنفذ وصية ابوك اعمل بكلامه. انا فعلا كنت هنفذ وصية ابويا الله يرحمه، بس لو كان اللي ببطنك عايش، انما دلوقتي خلاص. ماشي يا سليمان، لما اشوف اخرتها معاك ايه. وسليمان اللي اخد بعضه ومشي، ونرجس اللي مسكت التليفون واتصلت بمحمد، ومحمد اللي قال لها خير يا نرجس، عايزة مني ايه تاني؟ عايزاك يا حبيبي تحط ايدك في ايديا عشان سليمان يطلق اللي اسمها منى دي، بس ما يطلقهاش كده وخلاص، لا ده انا عايزة فضيحتها تبقى بجلاجل في البلد كلها. هو انت فاكرة ان منى زيك ولا ايه؟ ما احنا كلنا عارفين ان الست منى ادب واخلاق وتربية وعمرها ما تعمل اي حاجة غلط. الله الله، هو في ايه بالظبط يا محمد؟ هو انت يا اخويا معايا ولا عليا؟ انت من امتى وانت بتتكلم معايا بالطريقة دي؟ من هنا ورايح يا نرجس، لانك مش ناوية تكملي موضوع جوازنا، وانا ساعدتك في حاجات كتير قوي ومش هساعدك في اي حاجة تانية غير لما اكتب كتابي عليكي. طيب اهدى بس دلوقتي يا حبيبي، قولي انت هتكتب كتابك عليا ازاي وانا لسه العدة بتاعتي ما خلصتش؟ اعمل بس اللي بقولك عليه وخلي سليمان يطلق منى، وانا من ايدك دي لايدك دي. وعايزانا اعملها ازاي بقى دي؟ ان شاء الله انا مش فاهم منك اي حاجة. انا هقولك بقى هتعمل ايه بالظبط. وبعدها راحت نرجس على بيت حماتي على طول، وحماتي اول ما شافتها قالت لها خير يا نرجس، في ايه اللي جابك بعد الكلام اللي انتي قلتي لسليمان؟ بقى ابن سعيد الله يرحمه كتبلك البيت باسمك انتي؟ والله يا حماتي هو ده اللي حصل، وانا حسيت ان انا غلطت في كل اللي انا عملته، عشان كده انا جايه اقول لكم مش عايزه حد يزعل مني، لاني بصراحه كده بقى انا ماليش اي حد في الدنيا غيركم انتوا وبس، انتوا سندي وظهري في البلد. يا سلام يا ست نرجس، ومن امتى بقى العقل ده كله؟ وانا اللي دخلت عليهم وقلت مساء الخير يا حماتي، ازيك يا نرجس، عامله ايه؟
الحمد لله يا منى بخير. ادخلي يا منى بالله عليكي، حط الاكل على النار عشان جوزك شوية وراجع من الارض. حاضر يا حماتي، من عينيا الاتنين. وانا سبت التليفون بتاعي على الكرسي، ونرجس اخدت التليفون بسرعة من غير ما حد يحس بيها، وخدت كل الصور بتاعتي اللي على التليفون، ودخلت على جوه وكلمت محمد في التليفون وقالت له بعتلك كل الصور بتاعتها يا محمد، انا عايزة كل صورها تبقى على موبايلات البلد كلها، انت سامع ولا لا؟ وانا مش هعمل اي حاجة يا نرجس غير لما تقابليني في البيت دلوقتي. يوه، طيب اعمل بس اللي قلتلك عليه، وبعد كده هجيلك دلوقتي ونتكلم مع بعض. لو انت عايزة الموضوع ده يتم دلوقتي لازم تجيلي وتقابليني في البيت، فاهمة ولا لا؟ حاضر حاضر، اقفل يا اخويا وانا هجيلك على طول. ونرجس اللي خدت بعضها وجريت على بيتها على طول، واول ما دخلت لقت محمد قاعد قدامها وقال لها انت لو عايزانا افضحلك منى في البلد كلها نتجوز انا وانتي، حتى لو جواز عرفي الفترة دي. لا بقى، ده انت شكلك اتجننت على الاخر. انا يا اخويا مش بتجوز عرفي، وقلت لك خلاص هنتجوز، يعني هنتجوز. انا واثقه ومتاكده ان انا هاخد الارض من حبايبي عينيهم. حلو قوي الكلام ده، خلاص اكتبي لي البيت ده باسم بيع وشراء، مش انا اللي ساعدتك برضو عشان تخلصي من جوزك؟ هو انت يا اخويا كل شويه تكلمني في الموضوع ده؟ على فكره بقى يا محمد، انا لو اتقبض عليا انت كمان رجلك هتيجي في الموضوع ويتقبض عليك على طول. وفجأة دخل عليهم سليمان ومعاه حضرة الضابط، والضابط قال حلو قوي الكلام اللي انت بتقوليه ده، يلا نكمل بقية كلامنا في تحقيق رسمي في الاسم، يلا قدامي على الاسم. يا لهوي، هو في ايه بالظبط؟ انا مش فاهمة اي حاجة. انا بقى هقولك في ايه يا ست نرجس. انا كنت داخل بيت امي ولقيتك بتاخدي موبايل مراتي وبتدخلي على الاوضه، وانا كنت حاسس ان انتي وراكي مصيبه وبتعملي حاجه من ورا ظهرنا، بس انا ما كنتش متخيل ان انتي اللي تعملي كده في سعيد. وانا ماليش دعوه باي حاجه، هي اللي قتلت جوزها، انا ماليش دعوه بالموضوع ده خالص. بقى يا قليلة الأصل تعملي كده في جوزك عشان خاطر الفلوس؟ ده كان بيتمنى لك الرضا ترضي. أيوة طبعا كان لازم يحصل فيه كده، ما اتجوزني وسابني وسافر بره، وانتوا اللي أكلتوا شقة كله، وما كانش في حد حاسس بيا أبدا. أنا ذنبي إيه يتجوزني ويسافر بره عشان يشتريلكم الأرض اللي انتوا عايزينها؟ كان ممكن تتطلقي منه بمنتهى السهولة، حتى لو احنا كنا عملنا حاجة غلط ما كانش ينفع تصلحي الغلط بغلط. والشرطة قبضت على نرجس ومحمد واتحكم عليهم بالإعدام، والحمد لله إن سليمان دخل البيت في الوقت المناسب وشافها وهي واخدة تليفوني قبل ما تفضحني في البلد كلها. وبعدها عشت في سعادة مع حماتي في بيتها، وسليمان جوزي باع البيت وطلع فلوسه كله صدقة جارية على روح أخوه الله يرحمه. وفي نهاية حكايتنا حابة أقول بيت النتاش عمره ما يعلاش، وافتكر كل اللي أكل مال الغلابة إن الحياة قصيرة جدا، وربنا موجود وقادر ياخد حق المظلوم في الدنيا وفي الآخرة. وكده حكايتنا انتهت، يا رب تكون عجبتكم ونالت رضاكم واستفدتوا منها زي ما متعودين من حكاياتنا، واشوفكم في حكاية جديدة من حكايات إيمي، والسلام عليكم ورحمة الله.